محدش عايش عيشتك، محدش هينفعك، محدش دي الفرن بتاعتي لحبيبتي اللي كانت طالبه مني تصوير الفرن. الاسعار عندك يا حنان رخيصه جدا، والكلام ده مش موجود، والكلام كده ده كذب. الخضار بتاعي عمل كام؟ الخضار بتاعي يا بنات عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته. شكرا جدا لدعمكم ليا، دمتم نعمة في حياتي، اللهم امين. ولو اول مرة تشوفيني، انا حنان ودي قناتي، خدي لفة في القناة. لو عجبتك الفيديوهات ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والافكار الحصرية عندي بامر الله. النهاردة معانا فيديو قوي جدا. مشترياتي 15 يوم خضار وفاكهة، واحنا أسرة 6 أفراد. ازاي نوفر مبلغ محترم من بند الخضار والفاكهة، وازاي نوفق وجبات مشبعة ومتنوعة من داخل الخضار بتاعنا، ازاي نوفر وقت وفلوس ومجهود في فترة المدارس والدروس. تعالوا نعرف مع بعض ايه الأسعار النهاردة عندي في السوق، وايه الحاجات اللي اشتريتها، وايه الحاجات اللي استغنيت عنها، ايه اللي زودت في الكمية بتاعتها، وايه اللي قللت فيها. يلا بينا بسرعة على الفيديو مليان أفكار، بس تابعي الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه كتير في التعليقات يا بنات. أول حاجة جبتها وهي الطماطم، جبت 2 كيلو طماطم للسلطة، اللي في الأول دول يا بنات كانوا عاملين 25 جنيه. حلوين جدا، هيكملوا معايا ال15 يوم. وجبت عليهم 4 كيلو دول للصلصة، هصلصهم واحطهم في اكياس واحطهم في الفريزر. هيكملوا معايا ال15 يوم بأمر الله، هيكملوا معايا ال15 يوم وهيعدوا ال15 يوم. وهشيل منهم كمان كام حباية على ال2 كيلو التانيين لل15 يوم للسلطة. وبعد كده جبت البصل كان سعره في السوق حلو جدا. كان في اللي بيبيع الكيلو ب10، وفي اللي بيبيع الكيلو وربع ب10. جبت دول ب20 جنيه، 2 كيلو ونص، يعني الكيلو وربع ب10، دول ب20 جنيه يا بنات. وعندي كام حباية بأمر الله من ال15 يوم اللي فاتوا، على دول هيكملوا معايا. هجيب البصل بتاعي أحجام، الصغيرة للشوربة والكبيرة يا حبيبة قلبي للخرط وللطبيخ عشان ما يهدرش معاكي في الكمية. البطاطس في السوق كان سعرها حلو جدا. كان الكيلو ونص ب10. البطاطس دي كبيرة على صغيرة، واللي شجعني ان انا اشتريها لان فيها النقطة الحمراء. البطاطس اللي فيها النقطة الحمراء هاتيها وانتي مغمضة يا حبيبتي، لانها بتكون تحمير طبيخ، بتمشي معاكي في كل حاجة. واحجامها حلوة جدا، في منها صغير وفي منها كبير. دول كام؟ دول 3 كيلو كانوا عاملين 20 جنيه. لقيت البطاطس الكبيرة دي اسكت انا ابدا، رحت جايبة منها كمان 2 كيلو. ال2 كيلو دول يا بنات كانوا عاملين كام؟ كانوا عاملين 20 جنيه، يعني الكيلو ب10. شايفين البطاطسية كبيرة قد ايدي، والبطاطسية برضو فيها النقطة الحمراء. الكبيرة دي هتكون سريعة معايا في التقشير عن التانية. يبقى كده معايا نوعين بطاطس، معايا 5 كيلو بطاطس ل15 يوم بأمر الله، وبركة ربنا هيكملوا معايا ال15 يوم. الأسعار عندك يا حنان رخيصة جدا، والكلام ده مش موجود، والكلام ده كذب. أنا الكلام ده اتكتب لي في التعليقات وهرد عليكم دلوقتي، ولكن استني معايا شوية. بعد كده جبت الليمون كان عامل 10 جنيه، جبت نص كيلو كان عامل 5 جنيه. 5 جنيه ليمون، 15 يوم حلو جدا. غسيل فراخ هيمشي، والله هجيب سمك هيمشي، اي سلطة هيمشي، حلوين جدا. وانا عندي كده كده مخللاه معاكم، فكده بأمر الله مش هحتاج ليمون تاني الفترة اللي جاية غير الليمون للاستخدام بتاع البيت. وبعد كده جبت الخيار، كنت جايبة خيار معاكم ال15 يوم اللي فاتوا، كان خيار بلدي وكان حلو جدا. النهاردة برضو جبت خيار بلدي، الخيار كان عامل 8 جنيه، الكيلو وربع ب10. دول يا بنات 2 كيلو ونص. نقيت منها صغير بقى على كبير. الصغيرة ممكن ياخدوها معاهم وهم رايحين المدرسة كده، تتاكل أكل جنب السندوتشات، والكبيرة دي للسلطة، أو مثلا للتخريط جنب أي حاجة، جنب أي أكلة، جنب حبة بطاطس هتبقى حلوة جدا. يبقى دول كام؟ دول 2 كيلو ونص يا بنات، عاملين 20 جنيه. حلوين جدا، حلوين، هيكملوا معاكي ال15 يوم. حتى يا حبيبتي لو ما كملوش معايا ال15 يوم، مش لازم كل يوم يكون في خيار. يعني لو عديت آخر يومين في ال15 يوم كده مفيش خيار، مفيش مشكلة، يعني أي حاجة تانية موجودة هتسد. وبعد كده جبت الفلفل يا بنات كان بقاله شهر كده مجنون، يعني كان خد مكان الطماطم كده تقريبا. مكان ما كنا بنقول مجنونة يا قوطة، قلنا مجنون يا فلفل. كان ب20 جنيه، ولكن السوق ده والحمد لله كان سعره حلو جدا. كان الكيلو يا بنات عامل كام؟ كان عامل 10 جنيه.
فلفل رومي، فلفل صغير، فلفل حامي، كان عامل 10 جنيه والله، كان سعره حلو جدا. فانا جبت الفلفل الصغير ده لان انا بحب ده للقلي والتحمير والحاجات دي. لكن انت لو حابه ان انت تجيبي الفلفل بتاع الحشو، الفلفل الكبير بيكون حلو جدا، موجود برضو في السوق ب10 جنيه. والفلفل الحامي بتاع التخليل برضو موجود ب10 جنيه. ده كيلو فلفل حلو جدا ب10 جنيه. يبقى كده جبنا فلفل. وبعد كده جبنا بتنجان. البتنجان كان عامل كام؟ كان عامل يا بنات 10 جنيه برضو. جبت كيلو ونص ب15 جنيه. ما جبتش البتنجان الصغير لان ده ما بين الاتنين، ما بين البتنجان الرومي اللي هو الكبير وما بين الصغير، يعني ده هعرف اعمل منه كذا وصفة وكذا وجبة وكذا حاجة بأمر الله في ال15 يوم اللي جايين. نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا عليه كتير في التعليقات يا بنات، وتعليق حلو منكم هيجبر بخاطري. تعليقاتكم هي اللي بتجبر بخاطري، وهي اللي بتخليني اكمل، وهي اللي بتخليني استمر. والكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه بيوصلني وبيلمسني، وبحس ان انتوا اخواتي وان انتوا صحابي، دمتم نعمة في حياتي، اللهم امين. ونشارك الفيديو يمكن غيرك يستفاد. طيب ازاي الاسعار عندك كده والاسعار عندنا احنا حاجة تانية خالص؟ الاسعار عندي كده يا حبيبتي لان انا بنزل السوق، حتى لو بركب مواصلة انا بنزل السوق. ولكن انا ما بركبش مواصلة، انا السوق قريب مني. والاسواق المعروفة اسعارها بتكون مخفضة جدا، وقلت معاكم الكلام ده في كذا فيديو. الاسعار في الاسواق بتفرق النص يا بنات، لان البياعين بتكون جايه من كل حته علشان خاطر تبيع البضاعه بتاعتها. وبنزل متاخر، ما بنزلش اول النهار. حتى لو بروح محل مثلا ومزنوقه ومش قادره انزل السوق، بنزل المحلات اخر النهار. وانت كمان لو مفيش سوق قريب منك ممكن تركبي له مواصله. هركب مواصله وبهدل نفسي ومش عارفه ايه؟ هاتي يا حبيبتي شنطه بتاعه السوق واركبي مواصله ب10 جنيه ب20 جنيه. صدقيني هيفرق معاكي في نص الميزانيه. الحاجة اللي جبتها بعد كده والفاكهة، جبت الجوافة يا بنات. الجوافة دي كانت عاملة 20 جنيه. جبت 2 كيلو ونص ب50 جنيه. الطرية هعملها واشيلها في الفريزر للعصير. تمام. والجامدة دي هناكل منها، ولو الولاد هياخدوا منها الصبح وهم رايحين المدرسة. بعد كده جبت الكرنب. الكرنب كان سعره حلو جدا، وكمان عشان انا نازله اخر السوق لقيت السعر اللي انا عايزاه. الكرنبه دي كانت عامله 20 جنيه. حلوه جدا حلوه جدا بامر الله. يبقى كده الخضار بتاعك حتى لو انت هتنزلي السوق انزلي متاخر، لو هتنزلي المحلات برضو انزلي متاخر. بتوع المحلات اسعارهم غاليه واسعارهم رافعه. حتى لو بتوع المحلات اسعارهم غاليه، هتنزلي السوق متاخر هتعرفي تجيبي الاسعار اللي انت عايزاها. تنزلي المحلات متاخر هتلاقي بتوع المحلات عايزين يخلصوا وعايزين ينجزوا في البضاعه اللي معاهم، بحيث انها ما تبصش منهم، لان البضاعه لما بتبات بتدبل. فانت لما تروحي اخر النهار هتلاقي الحاجه اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت هتلاقي السعر اللي انت عايزاه، وهتعرفي تفصلي في الحاجه. فصلي في الحاجه، يعني جايبه 2 كيلو طماطم مثلا، هجيبهم ب20 جنيه، ممكن اقول له ب15 وهاخد 3 وازود عليهم كيلو اجيبهم ب25. فاهمين يا بنات؟ فاهمين؟ اكيد طبعا لو انت فصلتي مع البياع وانت هتاخدي منه كمية هينزلك في السعر. يعني اكيد هو عايز يبيع واكيد هو عايز ينجز. فانت هتعملي كده، هتنزلي اخر النهار حتى لو انت رايحة المحلات. ولو هتركبي مواصلة وهتروحي السوق انزلي برضو اخر النهار. هتلاقي بامر الله الاسعار اللي هتناسبك، وهتلاقي بامر الله توفير جدا في الميزانية بتاعتك. الاسواق بتفرق عن المحلات كتير جدا، يمكن النص يمكن التلت، وما كنش بكذب في الكلام ده. لو اي حد عنده سوق يكتب لي برضو في التعليقات، واكتبوا لي في التعليقات الاسعار عندكم ظروفها ايه. انا الاسعار عندي بما يرضي الله هي اللي بقولها في الفيديو. ما هو انا ممكن اطلع في الفيديو واقول لك اني مثلا الخيار عندي عامل 20 جنيه، وممكن اطلع اقول لك الطماطم عندي عامله 30 جنيه ولا عامله 25 جنيه ولا عامله 20 جنيه. انا كده كده بنزل الفيديو، وكده كده انت بتتفرجي، وكده كده انت عايزه تعرفي الاسعار. لكن انا برضي الله قبل ما اتكلم وقبل ما اقول اي حاجه عارفه ان ربنا هيحاسبني على كل كلمه انا بقولها. انا بقولك الاسعار اللي موجوده عندي، واكيد الاسعار دي موجوده عند اي حد فيكم. اكتبي له برضو في التعليقات الاسعار عندكم عامله ايه، وايه نظام الاسواق عندكم. لو في سوق قريب منك قولي لي سعر السوق القريب منك وعندك سوق ايه. تمام يا بنات؟ تمام. انا هنا فتحت البتنجان معاكم عشان اوريكي اني انا نازله اخر السوق، وهتحسي ان الخضار مش طازه، ولكن الخضار طازه ما شاء الله. والبتنجان من جوه ابيض وزي الفل، مش مغلل وجميل جدا. الجوافه دي في منها طريه على جامده، مش هتضر معايا ابدا.
الطرية هشيلها في الفريزر للعصير، والجامدة ولادي هياكلوا منها، كده كده مش هياكلوا الكمية دي كلها في يوم، والجوافة كده كده عمرها قصير، يعني مش هتفضل معايا اسبوع او اسبوعين في التلاجة. تمام يا بنات؟ تمام. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الخضار بتاعك يا حبيبتي ما تخلوش يبيت في اكياس، او تخليه 6 7 ساعات في شنط، لان ده هيضر الخضار وهيخلي الخضار بتاعك يدبل. الخضار بيتنفس، الخضار بيتنفس، نفسي. حطيه جوه اثبات او اقفاص او منظم او اي حاجه موجوده عندك او تربو، لازم تنفسي الخضار بتاعك. حتى البصل والطماطم والبطاطس، البصل والبطاطس، لان انت هتحس ان دول مش محتاجين ان هم يتهووا، دول هتهويهم هيفضلوا معاكي. في ناس بتجيب البطاطس شكاير، وفي ناس بتجيب البصل شكاير وبيفضل عندها بالشهر وبالاتنين. فاهمين يا بنات؟ اكيد فاهمين. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. كده الخضار بتاعي عمل كام؟ الخضار بتاعي يا بنات عمل 250 جنيه، زائد الفاكهة 50 جنيه كمان، يعني من ضمنهم الفاكهة، يعني 200 جنيه خضار و50 جنيه ايه فاكهة. الحاجات والوجبات اللي ممكن اطلعها من الخضار بتاعي: الكرنب هعمل منه وجبتين، البتنجان ممكن اعمل منه مسقعة واعمل جنبه واعمل منه مرة بتنجان مخلع حبة بطاطس، وهيكون غدا عشاء. وكمان باقي الخضار ممكن اولف منه كام وجبة على بعض، فكده انا وفرت كام وجبة من الخضار بتاعي. دي الفرن بتاعتي لحبيبتي اللي كانت طالبة مني تصوير الفرن. الفرن هتوفر عليكي كتير جدا. الفرن دي ساعة ما جبتها جايباها من سنة تقريبا، كانت عاملة 1400 جنيه. الفرن يا بنات سعرها رخيص جدا، دلوقتي ممكن تكون وصلت 2000 جنيه، ولكن هتوفر عليك كتير جدا. مخبوزات وعيش، هتملى بيتك خير. هتعملي صينية كيكة، عندك عزومة حابة تحمري فيها، حابة تشوي فيها حبة سمك، حابة تقمري فيها عيش، حابة ان انت تعملي فيها حبة قرص، اي حاجة حابة تعمليها جوه الفرن، الفرن هتوفر عليك كتير جدا. هنا انا عاملة يا بنات فطير مش كده. انا عملت فطورتين، الفطورتين دول يا بنات فطور مشلتت. انا كنت عامله معاكم طريقه الفطور المشلتت قبل كده، وممكن انزله معاكم كمان بالتفاصيل لو انتوا حابين ان انتوا تعرفوه. الفطور المشلتت انا عامله نص كيلو، عملت منه فطورتين زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، عاملاه بسمنه علب على زيت، او هتعمليه يا حبيبتي بزبده على زيت، تمام، عشان يكون معاكي خفيف. تمام تمام. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بعجنه بميه وملح بس، مش اكتر من كده، ومعلقتين سكر برضو. وبعد كده بسيبه لحد ما يستريح، وبعد كده ببدأ افرده كور كور. وبعد كده هبدأ ان انا اورقه جوه بعض، يعني كل كورة جوه التانية، كل كورة جوه التانية، او كل فطيرة جوه التانية، اكيد انتوا فاهميني. اهم حاجة الفرن تكون سخنة من تحت، وتكون من فوق على نار هادية. الفرن اكون مشغلاها قبلها بربع ساعة، وادخل الفطير اول ما يتفرد معايا اخر فردة في الصينية. تمام يا بنات؟ تمام. لو الفطيرة كورت معاكي يبقى كده الفطيرة مورقة وزي الفل وناجحة، لكن لو الفطيرة ما كورتش معاكي وارتفعت وقبت، يبقى كده الفطيرة بتاعتك مكتومة، يا اما ناقصها قدام، يا اما الدقيق بتاعك مش حلو، يا اما الفرن بتاعتك مش سخنة. لازم الفرن تكون سخنة، وتكون مشغلاها قبلها بربع ساعة. وادي الفطير بعد ما طلعناه من الفرن مش هياخد معاكي ربع ساعة في الفرن، هتلاقيه احمر من تحت، وبعد كده تبداي تعلي عليه الشواية من فوق عشان ياخد معاكي اللون الذهبي ده. قابب معايا وزي الفل اهو، جميل وتحفة. فطرتين بأقل من كيلو وربع دقيق، بكوباية سمنة على زيت أو زبدة على زيت، هيكملوا معاكي عشاء فطار غدا، هيملوا بيتك خير. الفرن حلوة جدا، هتملى بيتك خير وهتوفر عليك كتير جدا، وخلال السنة هتلم تمنها وأكتر توفير. هتلاقي التوفير وهتلاقي الخير عندك كتير وكتير. ولكن لو مشيتي على خطة صح في كل بند من البنود، والنهاردة اتكلمنا عن بند الخضار، وقلتلك لازم تنزلي السوق متأخر، لازم تعرفي نفسك هتشتري ايه وبكام قبل ما تنزلي، ولازم تحددي ايه الحاجات اللي انت محتاجاها خلال ال 15 يوم. لو انت ميزانيتك 15 يوم، ما تمشيش كده عشوائي، وفري ودبري على قد ما تقدري. محدش عايش عيشتك، محدش هينفعك، محدش هيمدلك ايده اخر الشهر ويقولك خدي 200 جنيه كملي بيها الشهر بتاعك، محدش هيمدلك 100 جنيه ويقولك كملي الشهر بتاعك. انت عارفه نفسك بتصرفي ايه وفي ايه. بلاش تسمعي كلام حد، وبلاش تسمعي اللي بيقولك هاتي من جنبك وتعالي نروح عند الخضري ده، ولا تعالي نروح عند الفكهاني ده، ولا تعالي نروح عند
ده ولا تعالي نروح عند ده. عندك سوق ممكن تركبي له مواصله، اركبي له مواصله وروحي اشتري الخضار بتاعك، هيفرق معاكي كتير جدا في الميزانيه. عندك حد بتنزلي له خضري بس مشواره بعيد شويه ومكسله، لا روحي وانزلي اخر النهار هتلاقي خضار طازه، ما تقلقيش مش هتلاقي خضار دبلان ولا اي حاجه. الخضاريه شاطرين ما بيتنزلوش الحاجه بتاعتهم الا بالطلب. فاعملي كده وبامر الله هتلاقي في بيتك كل خير. وأدا غدا يوم تاني اللي هو غدا يوم السوق. يوم السوق بجيب ملوحه او بجيب سردين ب 30 جنيه وبقلي عليه حبه بطاطس وحبه بصل زي دول، وكده ايه بريح نفسي وبريح دماغي، لاني بكون لفيت فتره طويله في السوق. بنزل السوق وانا مشطبه كل حاجه عندي في المطبخ علشان انزل كده وانا رايقه واعرف الف براحتي واعرف اشتري الحاجه اللي انا محتاجاها، وما بشيلش في اليوم ده هم اكل ولا شرب. علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اعرف اشتري الحاجه اللي انا عايزاها واعرف اتحرك براحتي في السوق، واجيب السوق كده من اوله لاخره واسال على الاسعار كويس. ده هيوفر عليكي كتير جدا. ربنا يجعل في بيوتكم كلكم كل خير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتقولي لي على رايكم في التعليقات. دمتم في امان الله ورعايته وحفظه. ما ننساش الاشتراك واللايك لو وصلتي معايا لحد هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.